أهلا بيكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن جوارديولا بعرب مع آخر أخبار الكرة المصرية. خلينا نبدأ بالخبر الأولاني، وهو فوز النادي الأهلي على النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0. النادي المصري كان أفضل من النادي الأهلي في الشوط الأولاني لولا الفروق الفردية بين الفريقين. سجل الهدف الأول اللاعب يحيى عطية الله، وسجل الهدف الثاني في بلس 90 اللاعب محمد مجدي قفشه في البلاس 90. المباراة شهدت ضربة جزاء كانت واضحة لنادي المصري البورسعيدي. الشناوي كان حاضن اللاعب فخر الدين بن يوسف عشان الجو سقع. لو كان حكم المباراة حسبت الجزاء ان المصري ممكن يرجع للمباراة من تاني. ألف مبروك للنادي الأهلي، وهارد لك النادي المصري البورسعيدي، ويصبح النادي الأهلي النادي الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري المصري. نيجي على الخبر الثاني، وهو تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح. هو مهاجم كويس بس سنه كبير، زي ما بنقول إن هو مشطب كورة، يعني هو هيلعب كتير سنة، هيلعب في كأس العالم للأندية. هو مهاجم كويس مفيش خلاف عليه، بس هو سنه كبير شوية. لو كان الأهلي كان متعاقد مع مهاجم سنه أصغر شوية زي مصطفى محمد أو أي مهاجم تاني يكون كويس، سنه صغير 25 سنة، الأهلي ممكن يستفاد منه 7 أو 8 سنين على الأقل. وناخد الخبر اللي بعده، علي معروف تعافى من الإصابة ورجع لمران النادي الأهلي، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في الفترة الجاية. ودي كانت أخبار اليوم مع الكابتن جوارديولا العرب، وأتمنى تعملوا لايك ومتابعة عشان تتابعوا آخر الأخبار الكورة المصرية.